تتحدد ملامح الدولة المصرية من خلال الدستور الجديد بمواده 247 42 مادة مستحدثة تقريبا، وما تنص عليه على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من خلال المقومات المدرجة في مسودة الدستور. في الباب الثاني على وجه التحديد المقومات الأساسية للمجتمع المصري والتي نخص بالمتابعة والتحليل فيها المقومات الاقتصادية. الدستور يتكون من 6 أبواب تحدد ملامح الدولة والأنشطة المختلفة، وبالتأكيد هناك كثير متعلق بما هو واجب على الدولة المصرية اتخاذه من إجراءات من أجل الدفع قدما بالاقتصاد المصري في مظاهر عديدة من خلال ما جاء في النصوص المدرجة في الدستور المصري الجديد، ومدى تعبير هذه المقومات عن ربما أبرز ملمحين رئيسيين في هذا الدستور وأبرز التطلعات التي ربما كانت واحدة من شرارات إطلاق الثورات المصرية وثورة 25 يناير على وجه التحديد و30 من يونيو، وهي العدالة الاجتماعية وكذلك التنمية المستدامة. الفصل الثاني من الباب خصص لهذه المقومات الاقتصادية والتي نحاول أن نتناولها تفنيدا وتحليلا من خلال هذه الحلقة من المشهد. أرحب بضيفي الكريم في الاستوديو الأستاذ عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. زي ما أشرنا أن أفرد في الدستور مواد لمناقشة التطلعات الاقتصادية والآليات لتحقيق هذه التطلعات والمرجعية القانونية من خلال الرجوع للدستور المصري. هم تقريبا 21 مادة معنية بالشأن الاقتصادي. لنبدأ بأول المواد، المادة 27، واللي أجملت كثير من التطلعات للمصريين ممثلة في التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. وأكدت المادة بموجب ما ورد في مسودة الدستور أنها من أبرز أهداف النظام الاقتصادي ليكفل لرفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر. طبعا ده بالإضافة لالتزامات أخرى من قبل الدولة منها الحوكمة والشفافية. في رأي حضرتك أستاذ عبد النبي، يعني كيف يمكن أن نتعامل مع كل هذه المتطلبات كمنظومة تحقق في النهاية التوازن الاقتصادي المطلوب وتضبط آليات السوق وتحقق الأمال المرجوة من خلال ما ورد في المادة 27؟ يعني هي المادة 27 بالفعل صيغت بشكل جيد وباقتدار ممتاز، يعني يشكر عليه من ساهموا في صياغتها. هي بالفعل تحدثت عن تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة، الشفافية والحوكمة والالتزام بتحديد حد أدنى وحد أقصى يضمن الحياة الكريمة سواء بقى للأجور أو للمعاشات. لكن أنا كنت أتمنى أن لو يعني زي ما تم في تعريف لمبادئ الشريعة الإسلامية كان يبقى في أيضا تعريف لمعنى العدالة الاجتماعية في صدر هذه المادة أو في أحد المواد الأخرى. يعني العدالة الاجتماعية هو مفهوم كبير جدا بيختلف من شخص ومن تعريف إلى آخر، يعني ما فيش مفهوم شامل ومعتمد للعدالة الاجتماعية يمكن أن نرجع إليه عندما نطالب الحكومة القادمة بموجب هذا الدستور بأن تحقق العدالة الاجتماعية. يعني هل العدالة الاجتماعية دي بتعني تكافؤ فرص العمل أمام الجميع؟ هل بتعني تعليم جيد ومتساوي للجميع؟ هل بتعني مشاركة الجميع في الحصول على قدر مناسب من الناتج المحلي الإجمالي أو من الدخل المصري؟ يعني كنت أتمنى لو كان هنالك أحد التفسيرات اللي موجودة لمفهوم العدالة الاجتماعية في هذا الموضوع. الجزء الآخر أنا لا أدري بقى إذا كان هو خطأ إملائي أو خطأ طباعي. يعني في آخر المادة بيتقال إن بيلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لأعواد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر. يعني أنا مش فاهم يعني بحد أقصى أجهزة الدولة، يا ترى ده فيها خطأ إملائي؟ مش متأكد من يعني الخطأ هنا فين بالظبط. لكن هنا يلتزم النظام الاقتصادي ولا تلتزم الدولة؟ يعني النظام الاقتصادي هو ده يعني شكل من اشكال النظم اللي موجوده يعني تحدده الدوله وتسيطر عليه وتسيره الدوله. هو النظام اللي هيبقى ملتزم ولا الدوله اللي بتكفل او تلتزم بانها تضع حد ادنى وحد اقصى للاجور؟ يعني انا كنت هنا اتمنى ان زي ما احنا بنقول ان الدوله هي الملتزمه، لان الدوله هي اللي في الاول بتاخد القرارات وبتحط القوانين. فكنت اتمنى بدل ما يبقى يلتزم النظام الاقتصادي. لما بنقول النظام السياسي او النظام االاقتصادي بيكون مقصود بيه الدوله ولا حاجه؟ لا يعني هي المساله احنا بنقول ان النظام الاقتصادي، يعني حد هنا لما بيتكلم بيقول طب احنا النظام الاقتصادي هيبقى شكله ايه؟ يعني ترى احنا نظام راسمالي ولا نظام اشتراكي ولا نظام مختلط؟ هنا ما بيتكلمش عن الدوله.
يعني بتكلم على شكل اداره النظام نفسه او شكل اداره الانظمه الاقتصاديه، فده ما يبقاش النظام الاقتصادي نفسه ملتزم، كانت الدوله باجهزتها ملتزمه بتحديد الحد الاقصى، وان ده بيبقى قرار مش النظام الاقتصادي. يعني لو رئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء كان طبيبا يبقى خلاص ما هوش تابع للنظام الاقتصادي ومش حقه انه يحط قرار اقتصادي. فانا كنت اتمنى ان يا اما تكفل الدوله او تلتزم الدوله. الجزء المهم جدا برضو في هذه الماده انها تحدثنا عن حفظ حقوق العمال وحمايه المستهلك، وده جزء مهم جدا. انا حتى كنت بتكلم فيه ان الدوله عليها ان ترعى وان تساهم في خلق منظمات للمستهلكين كما يوجد منظمات للاعمال. يعني اذا اردنا سوقا واستقرار للاسعار بدل المشاكل اللي بتحصل في الاسواق، كنت دائما اقول ان الدوله لن تستطيع ان تفرض سياسه تسعير في ظل الظروف الحاليه، لكن عليها ان توجد وتقوي منظمات للمستهلكين تكون على نفس مستوى منظمات الاعمال الخاصه بالتجار او برجال الاعمال. يعني عندنا اتحاد الغرف التجاريه، عندنا اتحاد الصناعات المصريه، عندنا اتحاد رجال الاعمال. كنت برضه اتمنى ان يكون على الموجود، يعني مش لا يكفي جهاز لحمايه المستهلك وهو جهاز حكومي، لا كان يبقى انا عندي برضه جمعيات لحمايه المستهلكين، جمعيات مدنيه بتقوم من افراد واشخاص وهيئات مدنيه تحاول ان يعني تصل الى سعر توازني للكثير من السلع المعروضه في السوق. ملاحظه اضافيه هي عامه، ولكن لوحظ في طريقه التعامل نفسها يعني من قبل القائمين على صياغه الدستور الجديد في الشأن الاقتصادي، يعني في التعامل مع كثير من القضايا الاقتصاديه في اطار الدستور، ان في شكل من اشكال التفصيل ربما لم تكن موجوده في سياق التعامل مع الدساتير المصرية السابقة. يعني ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، يعني هل من المفترض أن يكون تفصيلي أم مجرد أفكار عامة ويتم ترك؟ يعني أنا أتفق معك كثيرا جدا في هذا الموضوع. يعني بنيجي مثلا بعد كده في المادة 29 بتتكلم عن الزراعة، بعد كده الماده 30 بتتكلم على الثروه السمكيه، بعد كده بنتكلم على الموارد. انا كنت اتمنى لو كنا يعني في ماده واحده بنقول ان الزراعه والصناعه والسياحه والخدمات كلها مكونات اساسيه يحميها الدستور وينظم عملها القانون، والدوله ملتزمه بالحفاظ على الموارد. كان يكفي ماده واحده تصيغ فيها كل مقومات الانتاج. لكن النهارده لما بفرض ماده خاصه للزراعه، لماذا؟ أنا ممكن كنت يعني أقول إن أنا أجرم الاعتداء على الأرض الزراعية، ألزم الدولة بإنشاء أو باستصلاح أراضي زراعية تعادل ما يتم اقتطاعه لظروف أو لأسباب معينة. لكن مادة كاملة للزراعة، ومادة الزراعة كان ممكن تكون شاملة للثروة السمكية. ومادة للثروة السمكية أنت بتتكلم على قطاع، يعني قطاع واحد. كنت اتمنى بالفعل زي ما حضرتك بتقول ان لا نغرق في مثل هذه التفاصيل حتى لا تضيع الامور. قبل ما ننتقل للماده 28 في جزئيه متبقيه في الماده 27 عايز استطلع راي حضرتك فيها عن التوزيع العادل لعوائد التنميه وتقريب الفوارق بين الدخول، والاشاره الى اهميه وضع حد ادنى وحد اقصى لتضييق من هذه الهوه التي ربما تفصل بين اجور العاملين سواء في الدوله او في القطاع الخاص. لا، في القطاع الخاص انا اختلف معك كثيرا. هو الخاص لم يكن يعني ما هنا عشان كده برضه بنقول، يعني هنا احنا بنقول ان هو هنا في الدستور ده وكانه بيتكلم عن العاملين في الدوله كده برضه. يعني انا كنت اتمنى انه لا يكون في صدر الدستور. يعني كنا بنقول يكفل دخل يمثل حياه كريمه، صحيح يبقى عن طريق الاجر، عن طريق الاعانات، عن طريق الاعانات، عن اي طريق اخر. لكن انا لا استطيع ان اجبر القطاع الخاص. يعني ممكن اجبره صحيح بانه يضع حد ادنى، لكن ما اقدرش اجبره بانه يضع حد اقصى. يعني لما اكون انا بشتغل في تقنيه معلومات او بشتغل في تصنيع برامج، والبرامج يعني اللي بينتج سوفت وير ده بيتباع بملايين الدولارات، وبعد كده اقول ان لا ياخذ او لا يستحق حد اقصى يزيد عن 54,000 جنيه او 42,000 جنيه او 40,000 جنيه، بالتاكيد انا يعني لا يمكن ان يحدث توازن في هذا الامر. لكن واضح ان المقصود هنا هو الدوله بالموظفين العاملين في الدولة. حتى يعني ما زلنا نسمع عن تطبيق الحد الأدنى والأقصى المفروض يبدأ من أول يناير، لغط كبير جدا. يا ترى ده هينطبق على قطاع البنوك ويؤدي إلى هروب كفاءات؟ يعني لا أريد أن أذكر أحد الكفاءات التي هربت نتيجة الترويح بأنه حد أو دخله السنوي هيقل، ثم ترك مكانه، والمكان اللي تركه حتى الآن لم يستطيع أحد أن يحقق نصف
ما حققه هو هذا الشخص. يعني المساله دي فيها نظر، يعني نتكلم عن تقريب الفوارق لا مانع، لكن في بعض الاستثناءات زي ما احنا بنتكلم، يعني قطاع البنوك او حتى قطاع البرمجيات او قطاع السوفت وير او حتى يعني عوائد الاختراعات، او المسائل دي كانت محتاجه انها لا تكون بمثل هذا التفصيل. هو تم التعامل معها ايضا كمنظومه متكامله فيما يتعلق بالاتصالات او بغيرها من خلال تاكيد الدوله بموجب القانون وبموجب الدستور الجديد في الماده 28 بالتزام الدوله بحمايه الانشطه الاقتصاديه حمايه كامله والانتاجيه والخدميه والمعلوماتيه، ونظرت اليها الماده انها مقومات اساسيه للاقتصاد الوطني يجب حمايتها وزياده تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار. يتسق مع ذلك استاذ عبد النبي ان يكون في تشجيع للتصدير وتنظيم للاستيراد وتأهيل للقطاع غير الرسمي، وأن تولي أيضا الحكومة اهتمام خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. يعني كيف يمكن إحداث هذا التوسع؟ لا، هو المادة هنا مصاغة بشكل جيد، وده اللي أنا كنت بقول، يعني كان يكفي أن تصاغ مثل هذه المواد بهذا الشكل. يعني بدل التوزيع اللي بعد كده جاي على الزراعه واللي في الماده 27 نتكلم، يعني كان ممكن تدمج الماده 28 لانها في ضمن اهداف النظام الاقتصادي، ونقول في بعدها بتكفل الدوله تشجيع الخدمات الانتاجيه والخدميه والمعلوماتيه، وبتؤدي او بتنتهج سياسه بتؤدي الى تشجيع التصدير. يعني برضه انا حضرتك بتشوف ان هذه الماده جامعه مانعه، يعني التفتت الى ربما بعض الامور، وانا انا برضه كنت اتمنى الا يعني يكون الناس بتشجع التصدير، ما تقربش بقى تقول ان انا برشد الاستيراد، لان برضه المساله يعني جزء كبير جدا من التصدير بيقوم على الاستيراد، وهنا برضه ممكن يوقعنا في بعض المشاكل مع الاتفاقات الدوليه اللي احنا موقعين عليها. يعني حريه التجاره احد الاتفاقات التي وقعنا عليها في منظمه WTO، لما هنا في صدر الدستور بنقول ان بنشجع هي اتقالت بشكل فيه دعم حذر، يعني كما هو يعني تشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد، ما كانش المفروض تتقال بالشكل ده. يعني كنا بنقول تعظيم التصدير ويكفي، لكن هنا بنتكلم عن تنظيم الاستيراد، هنا وكأن هذا النص الدستوري كأنه بيتعارض مع ما وقعنا عليه من اتفاقات دوليه، وخاصه اتفاقيه منظمه التجاره العالميه ان هو بيتكلم على حريه انسياب التجاره. وجهه نظر ربما يعني تبناها البعض في هذه الجزئيه، ان ربما الهدف كان ايصال رساله مفادها ان بالتاكيد التطلع ان احنا نصل في مرحله من المراحل الى الاكتفاء الذاتي، ولكن ليس في هذه المرحله الحرجه والانتقاليه التي تمر بها مصر. اقول لك حاجه مهمه جدا. الكلام عن الاكتفاء الذاتي ده يعني لا اساس له من الصحه في الاقتصاد على الاطلاق، ومن يتحدث على اننا نستطيع ان نصل الى مرحله اكتفاء ذاتي سواء حتى في الحبوب او في السلع، ده شيء غير اقتصادي على الاطلاق، لان كل اقتصاد له ميزات نسبيه، لا اقول تنافسيه كما يقول البعض، لكن له ميزات نسبيه في بعض المنتجات، ومن هنا نستطيع ان نحصل على ما نحتاج اليه باسعار تنافسيه، وان يتم توجيه مواردنا الى ما نستطيع ان ننتجه باسعار تنافسيه ونحصل منه على عوائد افضل. لكن الكلام على الوصول الى الاكتفاء الذاتي ده بتقوله بعض الدول اللي كانت بتتعرض يا اما الى حظر زي ايران، او دول بتتعرض الى مشاكل او غير قادره على الاندماج في السوق العالمي. مصر دوله كبيره، ومساله الاكتفاء الذاتي ده صعبه جدا وليست من الرشد الاقتصادي على الاطلاق. ومن هنا كنت اتمنى ان تصاغ الماده اللي هو بنقول فيها تعظيم التصدير او تشجيع الصادرات، لكن ان نقول تنظيم الاستيراد ما ده زي ما لسه بقول لحضرتك بيتناقض مع ما وقعنا عليه من اتفاقات دوليه. لكن هنا واضح ان من كتبوا هذه المواد كانوا قصدهم الشارع، يعني كانوا عايزين يقولوا للشارع ان احنا بنحاول نضع مصر في مصاف الدول المتقدمه، نحن الدوله الجديده التي سوف تبدا ان شاء الله بعد اقرار هذا الدستور هي دوله قويه لن تحتاج الى احد، لن يملي عليها احد شروطها، لن تقف في الاسواق العالميه تنتظر الى بعض منح من الغاز او البنزين او السولار او القمح او غيره. يعني نص هذا الماده يقول انك سوف تكون اقتصادا مصدرا قليلا للاستيراد. انت ايه الاهم السلع اللي بتستوردها؟ هي المواد الغذائيه ثم الوقود ومشتقاته، ودول سبب الازمات اللي موجوده الشارع. مخاطبه الشارع. حضرتك برضه مش شايف ان ايضا ده بشكل او باخر ملمح ربما يعني افتقرت ليه طريقه التعاطي عند صياغه الدستور؟ ده صحيح. يعني خليني بقى هنا ابعد جزئيه بسيطه عن الجزء بعد اجتماعي لمحاور اقتصاديه، لكن خليني برضو ابعد جزء بسيط كده، وانا اتمنى من اساتذتي من كانوا اعضاء في لجنه ال50
والاقتصاديين اللي كانوا في لجنه ال50 يعني من حظي انهم درسوا لي الاقتصاد بدءا من الصف الاول الجامعي حتى نهايه البكالوريوس. عندما اتوا في الماده 18 و19 و21 وتحدثوا عن نسبه من الدخل القومي للتعليم والصحه والبحث العلمي